موضوع الروم ولا حابب نناقش الاثنين مع بعض؟ أنا مش فارق معايا، شوف انت حابب ايه وانا معاك في ده وفي ده. طيب بس انت انا انت انت بس انا انت, بما انت ان قول ان لي. الروم مثبته الواجب، فممكن نبدا من الواجب ونثبت ان هو طيب. طيب خلاص، يعني في واجب كده كده. بسألك سؤال قبل ما يبقى في واجب اصلا. مسلم جدلا اهو. ممتاز. طيب خلاص، ما احنا هنبدأ من هنا. خليني اقول لك حاجة يا كهرباء. انت شفت روبوت؟ تمام. عارف الروبوت؟ مين بيصنع الروبوت؟ آه، ناس علماء مثلا. ايه، ناس واعيين، صح؟ اهو. لو انت شفت روبوت، لو انت ماشي في صحراء وشفت روبوت، اول ما هتبص عليه هتقول اللي صنعه ده واعي ولا اتصنع لوحده؟ اللي صنعه واعي، او على الاقل اول واحد كان واعي، عشان طبعا ممكن اصنع روبوتات تصنع روبوتات، فعلى الاقل كان اول واحد. ممتاز ممتاز ممتاز. يعني انت تقدر من شكل، من حاجة معينة، لو انت عارف انها مصنوعة او ان هي اثر لشيء، تقدر تعرف من صفاتها والله السبب بتاعها ده سبب واعي فاعل مختار ولا مش فاعل مختار. انا تمام. بقول لك اللي موجود في الطبيعة لا يختلف عن الروبوت ان لم يكن اكثر تعقيدا منها. يعني الانسان، سيبني من الطبيعة كلها، بص لك على الانسان نفسه. الانسان ده لم يخلق ذاته، خلاص، والانسان اعقد من الروبوت. النيورال سيستم اللي موجود في الانسان اعقد واكثر من اللي موجود في اي روبوت احنا وصلنا له لحد النهارده، ومور افيشنت كمان من ناحيه الانرجي. بس خلاص، يبقى اللي صنع لا، الانسان ده فعل مختار. لو انا عندي شكرا. شرح علمي ليه في complexity في الواقع، ساعتها ده مش هضطر ان انا احتاج لا، يكون الواجب مش واعي. شرح علمي ليه في كومبلكسيتي في الواقع. انت النهارده لا، لما شرح بصيت على شرح مش الروبوت، ليه في انا complexity، مش شرح جاي. ركز للcomplexity. ركز يا كهرباء، ركز يا كهرباء. انا مش بقول لك انه لان في كومبلكسيتي فاذا سبب الكومبلكسيتي هو فاعل مختار. انت قلت لي الروبوت لو انا شفته في الصحراء، هقول لك هتقول ان والله سبب الروبوت ده اما فاعل مختار مباشر، او فاعل مختار عمل حاجه عملت الروبوت، خلاص نتج عنها الروبوت. نفس الامر بالظبط. اذا الروبوت يجب ان ينتهي، فعل الروبوت اللي احنا موجودين ده، الى فاعل مختار. هو ده بس. ايه لا، نهايه السلسله عندنا برضه؟ الاتنين مش زي بعض، كهرباء الاتنين كهرباء الاتنين كهرباء ري حتى. كهرباء ري انا بس وكهرباء دقيقة بنتناقش. بس. ري. تنظيم بس بدي انظم شغلة تنظيمية بس keep in mind كهرباء انه عبد الرحمن يسلم بالتطور ونشوء الحياة. يا ابني ولا مسلم بالتطور ولا نشوء الحياه، لا. استغفر الله العظيم. يا ابني ايه يعني علاقه بتسلم ده؟ فيه معناته هذا الشيء لا، انا الكومبلكسيتي وهي سمعته قبل تدرج كده، لها بس تفسير. يا انا ابني سمعته قبل كده. يا المفروض ما يا تحتاج ري، بالكومبلكسيتي، المفروض ما والله تحتاج العظيم بالكومبلكسيتي. عايزين تناقشوا في التطور، عايزين تناقشوا في كل الحاجات دي، مستعد اتناقش، ما عنديش مشكله. وانا قلت لك اقول قبل لك كده ما يا ري، ينفعش قلت ما لك انت ينفعش وكهرباء. ما ينفعش تروح تناقش في الكومبلكسيتي ما دامك لا بتسلم بهي لا لا الاشياء. لا، انا ما اتكلمتش عن كومبلكسيتي ولا ذكرتها حتى الا بعد لما كهرباء قال لي لو شفت روبوت هعرف ان صانعه فاعل مختار بس، او على الاقل ينتهي لفاعل مختار. في روبوت موجود في الوجود، اذا يجب ان ينتهي لفاعل مختار. شكرا يا كهرباء. بس حلو. مش عايزين اكتر من كده. لا، ثانية، احنا كان لسه ما شفناش قد ايه الرباط انالوجس او القياس ده مظبوط على الكون. فتعالى دلوقتي نشوف، عشان خاطر قبل القياس ده القياس. ما يبقى مظبوط على الكون، قبل ما يبقى مظبوط على الكون، ايه. قبل ما تعمل الانالوجي، آه انت لما بصيت على الروبوت، لما بصيت على الروبوت عرفت ان الفاعل بتاع ان الصانع بتاعه انه لابد له من صانع، وذلك الصانع واعي، صح؟ تمام. ممتاز. قول لي بقى، قول لي. طيب اسالك سؤال بقى يا كهرباء. انت لحد دلوقتي اه انت ما خلصتش طب. طيب اللي عندك؟ طيب انت طب بس خلاص خلصت، خلاص، انا لسه اشرح عايز لي. نفصصها. خلاص كمل كمل. طيب، فدلوقتي احنا اللي انت بتعمله ان انت بقياس، اللي هو من الاخر كده انا هعمل استنتاج بناء على قياس، ببص على شويه صفات متشابهه ما بين حاجتين، وبحكم على ان بما ان الصفات اللي انا شايفها دي متشابهه، فبالتالي الصفات اللي انا مش شايفها قياس متشابهه. تمثيل، اسمه قياس تمثيل. ماشي. فاحنا دلوقتي عايزين نبص على من الاخر كده الصفات اللي انت شايفها relevant. فانت شايف ان هو الرباط ده، انا سلمت لك ان هو اللي عمله حاجه واعيه. عندي ادله كتير ليه اللي عمله حاجه واعيه. شفنا حاجات زي الانسان بيعمله، ما شفتش حد غير انسان بيعمل حاجه زي كده وكل الكلام ده. فانا عندي enough information على ليه روبوت، لازم انسب الصانع، لازم انسب البروبرتي بتاعت الوعي للصانع بتاعه. اما نيجي نبص على العالم بتاعنا،
الاقي ان احنا عندنا نظريات طبيعيه مش محتاج ان هي تسلم او تجزم بوجود حاجات غير طبيعيه عشان تشرح ليه في complexity. ده لو انت السمه اللي انت مركز عليها في النقاش وبتحاول تشرحها بالوعي هي الكومبلكسيتي. لو انت مش بتشرح او مش بتستدل على وعي واجب الوجود بالكمبلكسيتي، انا حابب اسمع السمه ايه او الصفه ايه في العالم بتاعنا اللي بتخليك تقول بما ان الصفه دي موجوده في العالم فالصفه دي زي الصفه بتاعت ما اعرفش ايه في الروبوت، فبالتالي لازم يكون خالق العالم واعي. طيب انا ده بس عندي سؤال قبل ما تكملوا مناقشتكم انتوا يا الاثنين يا استاذ هشام، شباب. لا فضلا فضلا فضلا، معلش خلي بس الحوار ما ايه انا بيني لا ما وبينك. انا مش عايز اتناقش مع حد، انا بس عايز اعرف ايه ما مقياس هو طب الوعي، ما احنا امتى تقولوا بنتكلم. على حاجه واعيه وامتى لا، يعني عشان انتوا طيب الاثنين مش ماشي ماشي. محددين ايه طيب اللاين يعني. طيب شكرا يا استاذ هشام. بص يا كهرباء، النقطة مش هنا. أنا مش محتاج أبدا أبدا إني أنا أعين لك حاجة معينة، ولا أحط لك خط وأحط لك خط على حاجة بعد ما أنت نفسك جاوبت لي. يعني أنا النهاردة لما سألتك أنت لو شفت روبوت هتقول لي الصانع بتاعه واعي ولا غير واعي، أنت قلت لي لا، لو شفته هقول إنه واعي على طول. أنا هنا مش محتاج. ما ينفعش أبدًا إن أنت تستدل بالطبيعة اللي موجودة، لأن الطبيعة دي هي محل النزاع بيني وبينك، خلاص؟ إحنا في حاجات أنا وأنت متأكدين إن صانعها صانع واعي، خلاص؟ زي الروبوت. أنا لو مشيت في الصحرا وشُفت روبوت، أنا متأكد مليون في المِيّة إن الصانع بتاعه إن الصانع بتاعه والسبب بتاعه سبب واعي، أو لو مش السبب المباشر فat least السبب النهائي بتاعه لازم يكون سبب واعي. شكرًا جدًا. في حاجات تانية أنا وأنت مختلفين فيها، اللي أنا وأنت مختلفين فيه مش مهتمين بيه دلوقتي، لإن أنا هاقول رأي وأنت هتقول رأي، وأنا عندي نظرية تفسّر وأنت عندك نظرية تفسّر، فإحنا بنتكلم في القدر اللي إحنا متيقنين منه. أنا باقول لك أهو، الروبوت ده اللي حاصل فيه نفسه اللي حاصل في العالم، ما فيش أي فرق، بالضبط، وهو نفسه اللي حاصل في الإنسان، فلا بد أن ينتهي إلى فاعل مختار. انت كل ده بتتكلم على الروبوت اللي انا مسلم لك بيه، انا بس ما آه، شفتش آه، فين آه، اوجه آه. التشابه ما بين الروبوت والعالم اللي تخليني اسلم بان لازم يكون خالق العالم واعي. يعني أنت من الآخر عايز تقول لي إن الروبوت، اوجه التشابه ايه فين؟ يعني أنت من الآخر مش لاقي وجه تشابه. طب ممكن أسألك سؤال؟ لا. الإنسان اه نفسه، لسه. الإنسان نفسه، هل في بينه وبين الروبوت تشابه؟ في حاجات في تشابه مم. بين الروبوت وبين الإنسان، إيه التشابه اللي تمام. موجود بين الروبوت؟ اعتقد مثلا الشكل بتاعهم، انت ممكن تعمل روبوت شكله شكل الانسان بغض النظر بقى هو هيكون عنده وعي ولا لا. طيب لو أنا جيت حبيت أفصّل لك أكتر، لو أنا جيت حبيت أفصّل لك أكتر وأقول لك والله إن اجتماع مجموعة من الparts مع بعض، كل واحد منهم يأدّي function معيّنة، والfunctions دي كلّها مع بعض تصُب في ultimate function، خلاص، يعملها الروبوت. دي علامة كافية إنه ذلك الشيء اللي موجود قصادي والله عمله صانع واعي، والّا مش علامة كافية؟ بص تاني، ده هيدخلنا في من الاخر كده انا بقول ايه في الوعي، هل الوعي حاجه فيزيكال ولا لا؟ وهل ينفع ان انا ان هو يبقى موجود عند كائنات غير الانسان ولا لا؟ إمم، بص خلينا بس عشان نبسط الموضوع اقول لك إمم، ان مثلا لا، الروبوت مش كونشس، ما عندوش وعي. مش إشكال إن انا مش أنا أصلًا ما قُلتش إن كنت الروبوت عنده عندك وعي. وعي، يعني أنا مش دليلي مبني على إنه الروبوت عنده وعي إذًا والله له صانع، خلاص، أنا ما قُلتش كده أبدًا. أنا سألتك عن الروبوت بس، أنت لمّا بصّيت على الروبوت قُلت إن هو صانع، له صانع. طب ممكن أسألك تمام. سؤال يا كهربا، ليه أنت اعتبرت إن الروبوت له صانع واعي يعني؟ ما عنديش عادة إن مثلًا أشوف روبوتات ما لهاش وطبعًا given بقى الbackground information اللي عندي على إن في مصانع بتصنّع الكلام ده، إن ده ما كانش في وقت معيّن مثلًا قبل 1900 وما أعرفش كام، ما كانش موجود، بعد كده بدأ يبقى موجود مع المجهود بتاع الناس اللي بدأت تبني الحاجات اللي زي كده، فأنا شايفه حتى تطوّر لو يعني. إمم. حتى لو أنت ما شُفتش على فكرة صانع الروبوت، يعني أنت لو ماشي لأ، من لو أنا ما 3 عنديش قرون، كل ده أنا ه ه لو لأ، أنا لأ، لو ما يعني عنديش لو الbackground أنت knowledge دي طبعًا بسيطة، أنا هاقول مش بسيطة يا عارف كهربا، ليه بسيطة، صنع والّا ما لو لوش. أنت من 3 قرون
لو انت من 3 قرون او 4 قرون مشيت في الصحراء ولقيت موبايل، انت اصلا مش عارف ده ايه، انت مش عارف ده ايه. بعد كده بدأت والله تدوس كده ارقام وبتاع، اتصل بحد، يبقى اكيد في حد تاني معاه موبايل في مكان تاني في العالم، الله اعلم يعني. وبعد كده بدأت تتكلم معاه واتفاجئت. ايوه، ما اللي بيحدد يا قذافي، اللي بيحدد الاستدلال بتاعي ايه؟ المعلومات اللي عندي اوريدي. لو انا عندي معلومات مثلا عن حاجه زي الموبايل، فساعتها بالمعلومات دي اللي من الاخر كده هتبرر ليا الاستنتاج بتاع ان دي اكيد ليها صانع. انما انا مش شايف المعلومات اللي عندي كافيه ان تبرر لي ان واجب الوجود لازم يكون واعي. ده بس الفرق انا ما ما بين الاثنين. يهمنيش يا كهربا، يا كهربا ال ال النقطة في حاجة، ان انت لما بصيت لأمر معين قلت والله الأمر المعين اللي قصاد عيني ده إما إن سببه المباشر واعي أو يجب أن ينتهي إلى واعي. هنا السؤال، ما هو ينتهي إلى واعي دي، ينتهي إلى واعي، ما احنا بننتهي لإيه؟ ما احنا بننتهي لواجب الوجود لو أنت مسلم بوجود واجب الوجود زي ما حصل في أول النقاش. ايوه يا بس قذافي، قذافي، انت لو خدت مثلا كائن تاني غير الرباط، لو خدت صخره هقول لك اه ده مش لازم يكون الصانع بتاعها واحد. انت على حسب الصخرة، انت بتاخد. أنا وأنت، ما يا هو قذافي، الصخرة، انت على حسب انت بتاخد انهي اوبجكت في الكون بتاعنا. في اوبجكتس هتاخدها في الكون بتاعنا اسلم لك، لان انا عندي ما النظريه بتاعتي مثلا او الصخرة يا المعلومات بتاعتي كهربا. بتقول ان ايه. الصوت عندك قطع. اتكلم كده. طيب بس انا كده مش سامعك، فمش عارف يا شباب ده عندي ولا عنده. الو. لا، عنده. اه تمام. يا دكتور رياض عامل ايه؟ كهربا، طيب انت يا كهربا امتى هتقول على مش هيجاوب بتقول على على سؤال حاجة؟ الوعي. يا جماعة أنا ملوش الصوت علاقه عندي بالنقاش. قطع، أنا آسف. صوتي كان مسموع ولا مش أنا كنت هتجاوب مش بتكلم؟ هتجاوب خليها اصلا. يا هشام في روم تانية. طيب، ماشي اوكي. أنا صوتي قطع، ما سمعتش يا كهربا، أنا كنت بتكلم حتى ومش عارف صوتي اه انا راح فين. بقول لك على اتفضل حسب، آخر انا حاجة. بقول لك أه لو اتفضل. خد في أنا اوبجكتس، آخر لو حاجة في. وأنا بدأت أرد، مش عارف صوتي كان مسموع ولا لأ. لا انا بقول لك في اشياء في الكون بتاعتنا لو خدتها اقول لك دي مش بالضروره يكون الصانع او الخالق او الموجد حلو بتاعها حلو. واعي، وحاجات هقول لك الحاجة، أنت لو خدت أي، ما هو عشان كده يا كهربا في أشياء موجودة في الكون أنا وأنت مختلفين فيها، أنا وأنت مختلفين. خلاص، مش تمام. دي ما تصلحش إنها تكون دليل ليك ولا تصلح انها تكون دليل ليا. اللهم الا بقياس معين، خلاص، يكون في عله او شيء معين اشترك بين ده وده، حتى لو ما قدرناش نعين بالظبط العله بالفاظ معينه دقيقه، الله كده مش هنقدر ابدا، لازم هيكون في شكل من اشكال القياس. تمام. فانا وانت مختلفين، الصخره دي، الصخره والله صنعها صانع واعي ولا ما صنعهاش صانع واعي، تمام. بس انا وانت متفقين ان الروبوت لابد ان يكون له صانع واعي. بس تمام. انا هنا اسالك سؤال، انت قلت لي الروبوت له صانع واعي، اقول لك حاجه، ايه الشيء، ايه الشيء اللي انت وجدته في الروبوت خلاك تقول ان له صانع واعي؟ هي مش في الروبوت بس، انت انا مش شايفها في الروبوت بس، انا شايفها في المعلومات عن الروبوت. لو انت مثلا معلومات عن الروبوت دي هتبقى شايفها جزء من الروبوت، ما عنديش مشكله. في معلومات عنه، معلومات عن البيئه اللي طلع فيها، التاريخ بتاع ظهوره، كل الكلام ده. من الاخر كده في سيستم كامل بيبرر لي الاعتقاد بتاعي بتاع ان الروبوت ده لازم يكون ليه صانع، السيستم وهرجح الكامل كونه ده واعي على ماشي كونه غير ماشي. واعي. هقول لك حاجه، طيب ممكن تقول لي ايه الحاجه اللي موجوده في الطبيعه ومش موجوده في الروبوت خلتك تقول ان والله الطبيعه ممكن ما تبقاش عن صانع واعي زي ما انت قلت في الروبوت؟ المعلومات بتاعتي عن الطبيعة ذات نفسها. ايه اللي ناقصك من معلومات؟ يعني ايه اللي دلوقتي ناقصك مثلا من انا معلومات عندي، عن الطبيعه؟ ما ده حاولت اقوله لك في الاول خالص. انا عندي نظريه علميه بتقول ان الكون بتاعنا مثلا حصل واحد اتنين تلاته، ما فيش في النظريه دي جزء فيها او مستخدمه فيها النظريه ان لازم العلميه يكون يا في كهرباء، تدخل. يا كهرباء، استنى طب ما استنى. تسيبني طب اكمل طب. النظريه العلميه قبل ما تقول لي النظريه العلميه، استنى عشان اقول لك ان انت كل ده تغريد خارج السرب. ليه؟ النظريه مثلا انا ممكن النهارده اكتب لك كتاب كيف يعمل الروبوت، اقول لك والله لما كذا يخبط في كذا، لما يخبط في كذا ومش عارف ايه،
بيحصل كده في الروبوت بيعمل الفانكشن الفلانيه. هل ده معناه ان الروبوت ملوش صانع؟ فانت لو جبت لي اي نظريه علميه بتشرح لي والله ان لما كذا يتحط على كذا ينتج كذا، ده مش معناه ان في صانع او مفيش صانع. فمفيش اي نظريه علميه بتنفي لا بس الصانع مش ده ولا مش بتثبت ده الصانع اصلا. بس مش ده ثانية. لا، ما هو مش ده اللي انا كنت هديهولك. طب خلاص في فرق ما بين ان انا اقول لك ان ازاي ده بتشتغل، وفي فرق ما بين اقول لك ان اسمه ايه ده، آه، النظريه اللي انا هديها لك، ان انا دلوقتي عندي عالم عايز اشرح العالم، موجود العالم ده. فانا بقول لك ان انا ممكن اشرحه. اهم حاجه في النظريه بتاعتي ابسط حاجه خالص، اشرح الظاهره بابسط حاجه ممكن اقدر اشرح بيها الظاهره. في بساطه الشرح بتاعي، انا مش شايف ان لازم يبقى في وعي يشرح ان في وعي موجود في المنشئ او المنتج او الموجد بتاع العالم بتاعنا عشان اشرح ليه في وعي في العالم مش بتاعنا. مهتم مش على عكس، لا مهتم ده هو انت بتسالني على ابدا، الاعتقاد بتاعنا. مهتم قذافي، انت بتسالني على الاعتقاد ابدا بتاعنا ولا بنقطه البساطه خالص 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 خالص. يا كهرباء، انا لا تحب انا ثانيه الخص يعني، عليك انا الرؤيه ثانيه بتاعتك؟ ثانيه دي رؤيه الناتشراليزم ب... العاديه الطبيعيه جدا نفسه، يا فبالتالي مش محتاج قذافي. اقول ان له صانع فضلا عن ان يكون ذلك الصانع واعي. يا كهرباء انا فاهم، بس ايوه كل ده ثانيه، انت 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 حرفيا هتنازع. طب ثانيه، بتسحب النقاش طب عشان بس، عشان عارفين احنا هننازع في ايه. انت هتنازع في ان مثلا القوه الشرح بتاعت النظريه وبساطه النظريه من لا، الفضائل بتاعت مش النظريه. هنازع في ده، مش هتكلم في ده اصلا ولا حلو حابب فلا. اناقشه. ممكن ايوه حلو، اناقشه فلو معاك انا، طب بعدين، طب ممكن اناقشه معاك بعدين، لان ده ايوه هيطول النقاش جدا. انت ايوه لخصت عليا كتير. ما انت انت بتسالني بقى على العالم دلوقتي، بتقول لي العالم يا ايه كهرباء، اللي انت حاسه. قبل العالم وقوة النظرية ومش قوة النظرية، انت قلت لي يا كهرباء ان الروبوت له صانع واعي. لما بصيت في الروبوت، انا بسألك سؤال، انت ليه لما بصيت في حاجات تانية في العالم، ليه لما بصيت في الانسان مثلا قلت ان الانسان ملوش صانع واعي؟ ايه لان الشيء اللي انت المعلومات، وجدته في ما الانسان انا اوريدي جاوبتك يخليك على ده. يخليك تغير الحكم بالظبط؟ ايوه، لان المعلومات اللي عندي على الانسان مش بتستلزم خالص ان يكون خالق الانسان او ايه موجد بقى الانسان واعي. المعلومة؟ ايه ماشي، المعلومات؟ ايه المعلومة اللي في الانسان؟ ايه المعلومة، ايه الشيء اللي انت ايوه وجدته في بقى، هنا الانسان بقى هقدم لك يخليك تقول انه ملوش النظريه. صانع؟ انت ليه طب بس يا انا مش فاهم انت ليه مش واصله كهرباء، لك. السؤال هذا انا مش إلك. دلوقتي يا يا ري كهرباء يا ري السؤال هذا مش خليني إلك. انا معك، بس فضلا ما نظبط تتدخلش في الحوار، النقاش. السؤال هذا يا مش ريت لكهرباء، انت السؤال بس، إلك أنت. يا ريت دورك تنظيمي فضلا وليس امرا. طيب. ماشي، فضلا، بس فانا أنت فانا خلاص. مقدم كل لك شيء لو بيصير انت واخد بشكل موقف طبيعي. الملحد، لو انت حابب يا ريت تاخد موقف الملحد، تعالى واتناقش معاك وقول انا أنا ملحد بقول وتعالى لك ناقشني يا عبد الرحمن. بس انا حاولت. عشان النقاش يزبط، عشان يزبط شوف، النقاش. لا انا مش حابب، مش حابب تدخلك. انا كهرباء واعي على فكره، وقارئ ما شاء الله عليه في الفلسفه وفي العلم، وفي على فكره بيننا نقاش وبنبعت لبعض كتب والدنيا بيس. فخليني انا وكهرباء نتكلم. فساعتها انت بقى بتسالني على العالم، فانا بقول لك هقدم لك نظريه للعالم واجب الوجود فيها مش واعي، وهتشرح لي كل مش حاجه انت عايز تشرحها في عايز العالم. نظريه للعالم. طب ما اقول لك انت حاجه، ممكن بتسالني انت يا تقدم نظريه لا للعالم، ثانيه يا قذافي، ممكن تقدم لا نظريه لا ثانيه للعالم. ثانيه طيب لا ماشي لا ماشي، ثانيه استنى ثانيه استنى طب استنى لا استنى. لا 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 انا انا موافق. هكمل. لا هكمل ممكن كلامي. تقدم يا كهرباء لا ثانيه. انت بتسالني ايه اللي في العالم بيخليك ما تحتاجش مش تقول ان محتاج، والله ما محتاج. طب انت صيغ محتاج السؤال تديني تاني. حاجه واحده بس، ايه الشيء اللي انت وجدته في الانسان يخليك تقول ده ملوش صانع واعي حلو، بس؟ فانا بقول لك ان المنتج الطبيعي ده اللي هو الانسان جزء عندي من نظريه طبيعيه مش محتاجه حاجه واعيه. طيب ليه؟ والله، والله العظيم يا كهرباء، والله العظيم انما بنلعب. الرباط مش منتج طبيعي زيه زي الانسان. فالنظريه اللي يا ابني مين قال بتشرحه لك اصلا؟ يا الافضل، ابني ما الانسان ده محل النزاع. يا كهرباء يا قذافي كهرباء يا ثانيه. كهرباء يا يا قذافي كهرباء، اللي ثانيه انت بتعمله ده، ثانيه. طب ثانيه بس، هكمل استدلال الجمله بمحل دي، النزاع. ما قول اللي ينفعش انت تقول لي عايزه. الانسان، انا هكمل وانت بس مختلفين في هكمل الانسان. هكمل الجمله دي. فانا عندي في حاجات ناتشرال زي مثلا الانسان، عندي نظريه ناتشراليستيك بتشرح ليه في انسان، ليه في الكائنات دي. بعد كده عندي نظريه تانية بتشرح ليه في منتجات مثلا تكنولوجيه زي الروبوت. عندي نظريه تانية بتشرح ليه دول اللي لازم يكون خلقهم كائن واعي زي الانسان. انما في الناتشرال برودكت زي او الاوبجكت زي الانسان ذات نفسه، انا النظريه بتاعتي بتقول مش محتاجين يكون الفاونديشن بتاعت الواقع واعيه بس.
والله العظيم يا كهربا ما جاوبتش عن اي حاجه. انت باختصار قلت لي انا عندي نظريه بتشرح كده. ما المؤمن برضو بيقول لك انا عندي نظريه الهيه كده، وحرفيا بتستدل بمحل النزاع. بتقول لي الانسان ده ناتشورال برودكت، والتاني بيقول لك مش ناتشورال برودكت. انت سالتني بس خليني اخلص. بتسالني لا على لا، اعتقادك انا و... خليني اخلص. انا سؤالي ما زال واضح. ايه الشيء اللي انت لقيته في الانسان خلاك تقول الانسان ملوش صانع واعي؟ انت لما بصيت في الروبوت قلت له صانع واعي، لا لما لا، بصيت انت في كده الانسان انت قلت ملوش انت صانع انت واعي. طب ليه؟ بتشيفت. لا لا قذافي، انت كده بتشيفت. احنا الاثنين متفقين. بص يا قذافي، احنا الاثنين بادئين. تعالى نبدا كده من واجب الوجود. ثبتنا ان في واجب وجود. بعد كده هنبدا نضيف صفات على واجب الوجود. واحنا بنضيف صفات على واجب الوجود، لا اما عندي مبرر احنا ليه مش بضيف بنضيف الصفه صفات دي، على واجب لا اما عندي الوجود. مبرر لا اما عندي مش مبرر بنضيف لا اما عندي مش مبرر ليه بنضيف بضيف الصفه يا لا اما عندي مبرر يا قذافي ليه بضيف الصفه، لا اما ما عنديش مبرر. لو انت ما عندكش، لو انت اللي هتضيف صفه، لو انا اللي هضيف صفه لازم اقدم لك مبرر، لو انت هتضيف صفه لازم تقدم لي مبرر. فانا وانت ثبتنا قديم واجب وجود، إيه، ودلوقتي داخلين على صفه اسمها الوعي. لا اما انت اللي بتضيف، مش انا اللي بضيف الوعي على على الكائن ده. تمام، احنا لسه بنشخصه وادينا له انا وانت صفتين، انت عايز تضيف واحده ثالثه. انا بقول لك مش هتضيف الثالثه دي غير لما انت تقدم مبرر. المبرر مش عندي، ليه لازم ما نضيفش المبرر عليك انت، ليه لازم نضيف. طيب خلاص يا كهربا، كل ده ملوش اي علاقه بنقاشي. انا عشان ما نوصلش للنقطه دي ونبدا نناقش في مسائل ميتافيزيقيه بعضها غير واضح، فيها اصطلاحات صعبة، أنا حبيت أجيب المسألة من الأول، من أنواع الأدلة. خلاص، أنواع الدليل. أنت في منظومتك، لو أنا بتكلم بقى كلام أعمق، أنت في منظومتك بتقبل ما يسمى قياس التمثيل. خلاص، لما أنت سألتني قلت لي بعمل أنالوجي ومش عارف إيه، قلت لك ده اسمه كده قياس التمثيل. قياس التمثيل ده أنت لو أجريته على شيء معين يبقى لازم تعممه. خلاص بقى في علة معينة متحققة، فخلاص لازم دايما نوصل لنفس الحكم. أنا بقول لك يا كهربا بلاش نتكلم بالكلام الصعب ده. انت لما بصيت وجاوبتني ان الروبوت له صانع واعي، على طول انت حليت لي كل اللي انا عايزه. قلت لك خلاص، ما ينفعش تقول لي الانسان نتيجه طبيعه ولا الصخره نتيجه طبيعه، لان انا وانت اصلا داخلين نتناقش هل الانسان والصخره نتيجه طبيعه محضه، او ليست فاعل مختار ولا فاعل مختار. لكن في شيء انا وانت متفقين عليه اللي هو الروبوت. فسؤالي لك يا كهرباء، واعيده للمره الاخيره، ما الشيء اللي وجدته في الانسان والله جعلك لا تقول انه له صانع واعي كما قلت في الروبوت؟ طيب انت بتشيفت الحمل بتاع ان انت تثبت. فدلوقتي لو انت عايز نثبت ان الحاجه دي مش واعيه، انا بقول لك انت لازم انت اللي تثبت ليه لازم تكون واعيه. مش لازم اثبت حاجه، انا بسال كهرباء اللي جاوب عليا من خمس سؤالك دقائق. ليا ان انا ليه لازم جاوب اثبت. الجواب ده ومش لا راضي لا دلوقتي يجاوب لا ويكمل لا لا لا, كما لا. هو؟ سؤالك ايه سؤالك الشيء اللي بص بص وجدته في أنا الانسان يخليك تقول ان الصانع بتاعه غير سؤال. واعي؟ لا 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 انا ثانيه. عايز الاجابه انا على هقول السؤال لك ده يا اهو. كهرباء، لو يا انا انت عبد اوريدي بتتكلم الرحمن، كتير. اصل السؤال ما انا بيلزم اوريدي اصل كهرباء، انا ما اوريدي بيلزم جاوب. كهرباء ثانيه السؤال. ليه. اصل انا اوريدي جاوبتك. ري لو اتدخلت انا تاني اوريدي انا جاوبتك هاخد ولا كهرباء ونروح نتناقش في رومي. انا جاوبتك وانت اوريدي انا الاجابه مش لو عاجباك. استنى ري، انا بنبهك للمره الاخيره، لو اتدخلت تاني في نقاشي انا وكهربا هروح والله افتح روم ونتناقش هناك. انت دورك انا تنظيم بس. اتفضل. انا قلت لك الاجابه بتاعتي. احنا دلوقتي عندنا انسان بنشرح واحنا الاثنين بنقول ان الانسان ده ليه الموجد بتاعه، ما طلعش من الهواء كده مره واحده. تمام. واحنا بنثبت الموجد بتاعه، ثبتنا فيه خلاص، اثبتنا له ان هو لازم يكون واجب الوجود ولازم يكون قديم. اتفقنا على الاثنين دول. احنا بقى بنشوف ايه الخصائص التانية اللي عند الكائن ده اللي خلق الانسان او اللي اوجد الانسان. انت عايز تضيف خاصيه، انا بقول لك ما ينفعش نضيف من غير ما نبرر. انت لحد دلوقتي ما بررتش ليه لازم نضيف الخاصيه دي. انت عايزني ابرر انا ليه انت ما تضيفش الخاصيه دي. فانا بقول لك انت ما قدمتليش حاجه اصلا عشان انازع فيها. فانت محتاج تقدم ليه لازم نضيف الخاصيه دي للموجد بتاع الانسان عشان ابدا انازعك فيها واقول لك ليه مش محتاجين نضيفها. انت واخد بالك ان انت اما بتيجي تضيف حاجه لازم تبرر ليه انت بتضيف يا ابني الحاجه دي. انا ما ضفتش حاجه اصلا لسه، انا لسه ما ضفتش اي حاجه. حلو، فانت محتاج انا بقى. بسال كهربا ليه كهربا بيتحكم هكذا. انت عارف يا كهربا، لو انت كنت قلت لي الروبوت صانعه ليس واعيا
كان والله هيحصل بيننا نقاش تاني، وكنت هابدأ أناقشك في الروبوت. أنا ما زلت عند نقطتي. خلاص كهربا قال هذا له صانع واعي. باسأل سؤال: ما الشيء الذي وجده كهربا في الإنسان جعله يقول والله إنه صانعه أو سببه سبب غير واعي؟ بس يا كهربا حرفيا لو ما فيش إجابة عن السؤال ده، من غير بقى ما تبدأ تشرح لي النظرية ومين عليه عبء الإثبات ومين مش عليه عبء الإثبات وما قدمتليش جواب هنا، خلاص النقاش أنا بالنسبة لي انتهى. طيب السؤال انا واضح: ما الذي وجده كهربا في الإنسان جعله يقول والله إنه صانعه غير واعي بعد أن حكم إن الروبوت لابد له من صانع واعي؟ انا اوريدي جاوبت على السؤال ده، فانا هجاوب لاخر مره عشان تبقى دي اخر مره. تقول لي إيه الشيء اللي أنت وجدته في إيه الإنسان؟ لا هتقول؟ انا جاوبت إن المعلومات اللي عندي على الروبوت بتبرر لي الاعتقاد بتاع ان اللي عمل ده كائن واعي زيه زي الانسان، يعني كائن زي واعي زي الانسان، على عكس الانسان لما نيجي نتكلم على موجة الانسان بس. انا ما خدتش جواب. انا حتى انت ما قلتليش ايه المعلومه. يعني انت حتى بتقول لي في معلومات، ايه المعلومه اللي انت لقيتها في الانسان خلتك لا تقول ان المعلومات هو اللي ملوش لقيتها صانع في واعي؟ الروبوت قصدك، انت المعلومات اللي انا شفتها انت في الروبوت. لقيت معلومه انت لقيت معلومات معينه في الروبوت خلتك تقول ان له صانع واعي. ممتاز، لا انا قبلت. ايه المعلومه اللي انت لقيتها في الانسان؟ لا هو غياب المعلومة طيب يعني دي عن الإنسان هو بس اللي بيخليني أقول إن مش محتاج يكون واعي. مم. ايه غياب ايه؟ غياب المعلومة اللي عندي على الروبوت. طب ما ممتاز ممتاز. يعني في معلومه معينه انت لقيتها في الانسان مش موجوده، فبالتالي قلت والله صانع الانسان اه غير واعي، صح صح؟ كده. اه ايه بقى محتاج يكون المعلومه واعي. اللي ناقصه في الانسان اللي كان لازم ال... تبقى موجوده عشان يبقى له صانع؟ كل حاجة أنا عارفها على التاريخ بتاع الروبوت والنشأة بتاعته وإزاي تطور والعلماء اللي كانوا يعني انت بي... يعني انت عرفت ان الروبوت مصنوع من كائن واعي عشان انت شفت صانع الروبوت كائن واعي. بس انت لو ما قولها تاني شفتش كده. فانت عيد تاني بتكون الجملة. محتار. يعني انت الان لو عيد ما شفتش تاني. الروبوت وهو بيتصنع يعني انا اصلا كان سؤالي من الاساس ان انت كنت شفت روبوت في الصحراء. يعني اساسا ده سؤالي، روبوت في الصحراء. يعني ما قلتلكش انت شفت واحد قاعد بيصنع الروبوت، انا قلت انت ماشي في الصحراء وشفت روبوت. ما قلتلكش والله ان أنا مش سامعك، عيد تاني لا، كده انا قلت لك انت المثال ماشي في بتاعك. الصحراء وشفت الروبوت بس. لو انا ماشي، لا ثانيه، لو انا ماشي في الصحراء ما عنديش اي معلومات خالص عن عن الروبوتات اه والتقدم التكنولوجي وكل الكلام ده، هقول لك مش اه عارف الخالق ده واعي ولا لا. صح. هتبقى يعني هتشوف الروبوت وهو بيشتغل بريموت وبيروح يمين وبيروح شمال وبتسأله وبيديك إجابات وهكذا، وهتبقى محتار والله الروبوت ده والله لو انا ما صنع. عنديش لو انا مم. ما عنديش لو انا ما عنديش معلومات بان التكنولوجيا والكلام ده وان في انت ما روبوتات وان عندكش، في انت ناس ماشي بتحرك انت ما عندكش انت راجل في القرن العاشر، خلاص في القرن مثلا. العاشر الميلادي، فانا هقول لك، ومشيت وشفت الروبوت. فدي طب جت. خلاص انا هقول ما لك انا عنديش. مش عارف اللي خالق ده واعي ولا لا. صح. بس خلاص انا ما عنديش حاجة تانية اقدر اقولها لك. تمام. بس ده طيب واحد من بس ضمن قد. ماشي، بس كهرباء في بس شغله زين. الان كهرباء بيقول ايه. انا كانسان يمكن اكون جئت من كائن واعي، ويمكن ان اكون جئت عن طريق الطبيعه بدون حاجه لكائن واعي. كهرباء بيقول ممكن. انت اللي عليك عبء انه تثبت وتقول لا، لابد انه انت تكون من كائن واعي. فهون بنسالك ايش اللي خلاك تقول وتقطع انه لابد انا اكون جاي من كائن واعي؟ السؤال هو لك مش اصلا له. لحد دلوقتي كهرباء بيقول يا ريت بالامكان. قذافي اصلا ما اثبتش ايه اللي في الانسان اللي بيخليه ما طلعش اصلا الصفه لحد دلوقتي. هو كل ده اتكلمنا على الروبوت اللي انا اوريدي هو مسلم اللي فيه، لازم يثبت بس مش ما انت. ما بقول قاليش لك فين اثبت اوجه لي انه التشابه ما بين الروبوت والانسان. فانا مش فاهم فين يعني هو ما اثبتش الجزء بتاعه خالص. طب انا قصدي انت بتقول له. هل تسمحوا لي أقول نقطة؟ بس ثانيه يا استاذ ياسر، بس اخر جمله. انا قصدي انه احنا بنشوف كل شيء في الكون بيجي باسباب طبيعيه، ما فيش حاجه لوعي. الان انا مش علي اثبات عبء دليل انه ما الشيء الذي رايته في الانسان وجعلني اقول انه لا يحتاج الى وعي. واذا بدك انا بقى عادي بقول لك الشيء الذي رايته التطور مثلا. الان انت بتقول كهرباء، بقول لك ممكن يكون في كائن واعي هو جعل الانسان هذا خلقه، وممكن يكون اجى باسباب طبيعيه. انا هيك مثلا انا بقول ممكن. انت بتقول لا مش ممكن الا عن طريق كائن واعي. فهون انت بيلزمك تقول، تدلل وتقول هذا الشيء
يدل على أنه الإنسان مستحيل أن يأتي إلى من كان واعي، مش كهرباء. لا هو ما أنت قلت هو ليه يقدر يعمل. بص، هو الطريق اللي كان واخده قذافي طريق، هو اعتقد هو المعتمد في حاجه زي كده، ان انت بتبص على بتاسس لانالوجي ما بين حاجتين، فبتقول بما ان احنا عارفين شويه حاجات عن ده وعارفين شويه حاجات عن ده والاثنين زي بعض، فبالتالي اكيد الصفات اللي احنا مش عارفينها عن التاني ده تشبه الصفات اللي احنا عارفينها عن الاولاني. انا مش مختلف معاه في القياس ان هو يقدر يثبت حاجه زي كده. الفكره ان هو ما اثبتش، ما قاليش فين الخصائص المتشابهه ما بين، فين القدر المشترك ما بين الانسان والروبوت اللي تخليه يقول له بما ان احنا متفقين على ان الروبوت ليه كائن واعي، ليه منتج واعي، فبالتالي الانسان لازم يكون ليه منتج واعي. ده طبعا علاوه على ان الاله واعي عنده ازاي اصلا. احنا لسه ما بصيناش على فين القدر المشترك ما بين وعي الانسان ووعي واجب الجدد عنده. انا مش عارف بقى هل هو هيقول بالقدر المشترك ولا لا، ولو نفى القدر المشترك يبقى ساعتها لفظه واعي دي اصلا ملهاش معنى. بس ده نقاش تاني يعني، او على الاقل هنساله ايه معنى الاله عندك واعي اصلا. فالنقاش ده مرحلتين، المرحله الاولانيه تثبت القدر المشترك ما بين الانسان والروبوت، المرحله الثانيه انك تثبت القدر المشترك ما بين الوعي عند الاله والوعي عند الانسان. هل تسمح لي أقول نقطة أستاذ كهرباء؟ اتفضل. شكرا. نقطة من جهة يعني البدايات خالص، يعني اسم حضرتك كهرباء which is good. على أساس إنه هنبص للبداية خالص، لبداية الكون أصلا. والتكوين هو مادة، والمادة فيها شقين مهمين قوي. الشق الأول اللي هي الكتلة، والشق الثاني الكتلة أو الطاقة يعني، والشق الثاني اللي هو النظام، اللي هي مثلا لو بصينا للذرة، ذرة واحدة في بداية الكون، في بداية التكوين، ذرة واحدة فيها كتلة السلام وفيها. عليكم. مساكم الله بالخير وسعدكم. انا تمام، شكرا. كمل. كل سنة وانت طيب. ففي كتلة وفي نظام اللي هو ايه، مثلا نظام ممكن ادز لينك رابط تدفعون طب انت ممكن تسيبه يكمل، يا اما هعمل لك ريموف. اسف. شكرا. كتلة ونظام اللي هو مثلا الكترونات، لكن الالكترونات دي بتدور في مدارات، وفيه قوانين بتحكم المدارات ديت، وبتحكم العلاقة بين السرعات بتاعة الإلكترون وبين جاذبية النواة في الذرة. ففي نظام محطوط. النظام، طبيعة النظام حاجة وطبيعة المادة حاجة تانية. المادة ما فيهاش، يعني الكتلة، أقصد الكتلة ما فيهاش فكرة النظام، لكن تحتاج نظام علشان تبقى الكتلة مع النظام شيء حي، شيء حيوي، شيء ليه نظام. عاملة زي الهاردوير والسوفت وير في الكمبيوتر. الهاردوير في الكمبيوتر لو ما فيش سوفت وير يبقى ميت، ما بيعملش حاجة. لكن عشان يكون في سوفت وير لازم برنامج. المادة أو أي مادة محتاجة برنامج، محتاجة برنامج قانون جاذبية، محتاجة برنامج سرعات، محتاجة برنامج مقادير علشان تشتغل مع بعضها. علشان تحط برنامج للكتلة والطاقة إنها تشتغل، لازم البرنامج ده يكون محتاج وعي. يعني هذا البرنامج، نوعية البرنامج وعي.
زي بالظبط نوعية برنامج الكمبيوتر. ما تعرفش تحط برنامج على الكمبيوتر من غير وعي. ما تعرفش تحدد خطوات الحاجات تتعمل ازاي على الكمبيوتر من غير ما تحط برنامج. وعشان تحط البرنامج ده لازم وعي. هكذا في الذرة، هكذا في الوجود. بداية البنية الأساسية في العالم المادي محتاج صحيح كتلة وطاقة، لكن محتاج برنامج يشغل الكتلة والطاقة دي، والبرنامج محتاج وعي. ايه رأي حضرتك يا أستاذ كهرباء في النقطة دي؟ طيب انت بتقول عشان يبقى عندك، عشان تشغل خليها ايه المبدأ العام اللي انت بتستخدمه؟ يعني انا لو انا عندي مثلا سيستم زي الذرة مثلا، ده كان المثال بتاعك صح؟ مظبوط. وليه اجزاء، فبالتالي انا محتاج بروجرام يشرح الاجزاء دي صح؟ يحدد سلوكها يحدد سلوكها. يعني فلو اي حاجه بتتصرف احنا محتاجين برنامج يشرح ليه هي بتتصرف صح كده؟ او ازاي يعني أو يعني بيحدد المقادير. يعني بيحدد مقادير الطاقة، حلو. مقادير الكتلة، وهكذا. والسيستم ده بيبقى والحاجه والشرح ده بيبقى مور فاندامنتال من السيستم اللي احنا بنشرحه صح؟ ال- ال- الشرح هو أو يعني يعني البرنامج ده هو اللي بيحدد السيستم دي تشتغل إزاي. اه تمام. ايوه ليه التقدم على الحاجه اللي هو بيشرحها. يس. فاي حاجه بتاكت باي طريقه، الحاجه دي محتاج ان احنا نشرحها صح كده؟ يس. هو النقطة الاله عندك بياكت ولا مش بياكت؟ الإله. اه احنا وصلنا للإله. لا انا بسالك بس. لا، احنا بنتكلم لسه في الوعي. لا ما احنا هنرجع تاني للوعي، فخلينا نبدا الاول. الاله عندك بياكت ولا مش بياكت؟ سوري، انا مش عارف حضرتك قصدك ايه، بس بيتيك اكشنز ولا لا؟ انتوا كنتوا بتتكلموا في نقطة الوعي. هاجي للوعي. تعالى بس انت الصفه اللي انت بتستدل من وجودها على وعي المنتج ان هو بيتيك اكشنز، ان هو بيتصرف، ان في حاجات بتحصل، في حاجات بيعملها. فانا بسالك انت الاله قصدك عندك في انت حاجات قصدك بيعملها ولا ما بيعملش حاجه ساكن؟ لا، انا لسه ما وصلتش للإله، لانه ده يعني هيخلينا مش هنعرف نتكلم، لا ما هو مش انت هنعرف جاي، نفكر. انت ثانيه، انت مش جاي تناقشني في الاله في الاخر، ان انا لا، ده لازم انا يكون بقول لك وعي. القفزة دي تخلينا ما نعرفش نفكر، خلينا لا ما خلاص، صغيرين. انا كده انا مش خطوة مهتم خطوة. بالنقاش. يعني لو انت كل اللي جاي تعمله تقولي مثلا الجهاز اللي قدامي ده المنتج بتاعه واعي، قشطه، بس انا مش مهتم بالنقاش ده. النقاش كان ان هو اوكي. هل واجب الوجود ذات نفسه واعي ولا لا. لا اتس اوكي، بس انا اقصد حاجة. انتوا كنتوا بتتكلموا في نقطة الوعي، كنتوا بتتكلموا هل في وعي ولا لا. لا فانا احنا اوريدي جيت. كنت مسلم له ان في كائنات واعيه، فاحنا اوريدي مسلمين بده. اوكي. آه لا، اللي هو الصانع الواعي، يعني في الاله، حد. لا ثاني، انت قصدك صانع باله ولا قصدك بانسان؟ ما احنا اوريدي مسلمين ان في انسان واعي بيصنع لا حاجات. لا، انا اقصد البنية الأساسية. انا بتكلم على طبعا لما بتكلم على هذا الكون اللي احنا موجودين فيه فبنفكر فيه ايوه يعني. البنيه الاساسيه دي اللي هي واجب الوجود، اللي هي الفاونديشن بتاعه الواقع صح كده؟ اللي هو ايه بقى ده؟ عبارة عن بغض ايه؟ النظر ده ايه، انا قصدي انت بتتكلم دلوقتي عن الفاونديشن بتاعه الواقع صح كده؟ ايوه. وبما ان الكون بتاعنا فيه ظواهر، فيه حاجات بتتصرف باشكال ما، فاحنا محتاجين حاجه في الفاونديشن تشرح ليه الحاجات بتتصرف بالشكل ده صح كده؟ اوكي. انا بقى بقول لك الفاونديشن عندك ساكنه ولا متحركه؟ الفاونديشن اللي هي قصدك اللي اخرجت الوعي. اللي طلعت العالم بتاعنا، اللي اللي طلعت اخرجت. الظاهره اللي انت بتحاول تشرحها دلوقتي. ايوه، اللي هو الكائن اللي عنده عشان كده انت بتقول الاله يعني. الفاونديشن
الفاونديشن بتاعت العالم بتاعنا ساكنة ولا متحركة؟ طب تقصد ايه بالفاونديشن؟ تقصد الصانع يعني؟ شوف انت عندك الفاونديشن صانع ولا مش صانع، بغض النظر هي ايه عندك، دي ساكنة ولا متحركة. انا على فكرة بحاول اساعد في المناقشة، يعني بحاول يعني اشوف حضرتك بتفكر ايه، ونتكلم في حاجة تاخدنا خطوة لقدام. حلو، النقطة انا على فكرة انا بقدم النقاش وبسألك الفاونديشن بتاعت العالم اللي انت بتحاول تشرح الظواهر فيه دي ساكنة ولا متحركة. طيب ممكن تشرح لي اكتر تقصد ايه؟ واتمنى طبعا اللي انا قلته يكون واضح، يعني انا حاولت اكون واضح قد ما يمكن. قول لي حضرتك تقصد ايه، عايز ايه السؤال؟ ايه السؤال؟ طب هعيده للمرة التالتة، لو لا في لا مصطلحات في لا مش السؤال انت تعيد مش نفس فاهمها. لا مش ايه؟ تعيد مش تعيد نفس الكلمات. يعني طب قول. ايه، يعني انت مثلا ساكن مثلا معناه ان هو ان هو ما فيهوش اي تغير، ما فيهوش اي حاجة بتحصل. إيه متحرك ده هيكون في تغير، في تشينج بيحصل. هو ايه بقى ده؟ ايه اللي الفاونديشن حضرتك؟ بتاعت العالم بتاعنا. شوف انت هي عندك واجب وجود، شوف انت هي عندك انت في السيستم بتاعك ايه. انا ده اللي انا بكلمك عليه الالتيميت رياليتي كده، اللي هي اللاير اللي مفيش لاير تحتيه خالص. يعني هل ينفع مثلا عشان نفهم بعض، يعني هل ينفع نتكلم على الذرة؟ افترض انه بداية الوجود وجود الذرة. انا مش مهتم دلوقتي عندك انت في فاونديشن للعالم، صح كده؟ في طبقه مفيش حاجه تحتيها وهي اللي مبني عليها كل الطبقات التانية، صح؟ طب طبقة تقصد مرحلة يعني؟ يعني انت العالم تقصد عندك ليه بدايه ولا مش بدايه مثلا؟ خلينا نبدا بالسؤال ده. لا ليه بداية. سي تمام. 13.8 بليون years حلو، زي ما العلم في حد احدث البدايه دي؟ اوكي. احنا دلوقتي بنشوف هل لازم يكون في حد احداثها ولا لا. لا، احنا مثبتين ان في حد، يعني انت هل انت بتقول ايه؟ يعني انت بتؤمن بايه؟ ان في حد ولا مفيش؟ ان في انا حاجه ولا مفيش؟ اؤمن ان في حد، يس. حد او حاجه، صح؟ حد او حاجة. حلو، فاحنا وانت متفقين على ده، او على الاقل انا في النقاش ده، انما انا يعني معتقداتي الشخصيه ان في تسلسل. كويس قوي. إيه، طب النقطة بقى اللي انا في كنت اقصدها عشان الحد او الحاجه دي، تمام. هل انت بتقول ان هي لازم تبقى واعيه؟ بالظبط دي النقطة اللي انا بحاول اقول انه لا يمكن تبتدي من غير وعي. دي النقطة اللي انا عايز اقولها، ان اعيدها تاني معلش. انه لا يمكن هذا العالم، لا يمكن مثلا السيستم بتاعت الذرة، لا يمكن السيستم بتاع الجاذبية وقوانين الجاذبية أو سرعة الضوء أو مقدار الطاقات، لا يمكن تتظبط من غير وعي. يعني هي نوعيتها مش مادة، يعني مش كتلة، نوعيتها وعي، زي بالظبط انا السوفت مش وير فاهم، بتاع شويه الكمبيوتر. الكلام اللي اتقال دول انا مش فاهم ثانيه. لا ما جاش إيه، حاجة، ممكن أوضح أكتر يعني. لا، طب ثانيه، يعني طب ثانيه، اتفضل. لا ثانيه. يعني اتفضل. هسال، انا هفهم بان انا اسالك وانت تجاوبني. اتفضل. آه دلوقتي احنا في سيستمز في العالم بتاعنا، وانت بتقول لي ان افضل حاجه تشرح السيستم لو احنا مثلا خدنا العالم بشكل عام او جزء معين من العالم اللي هي مثلا الذره، فانت بتقول لي السيستم ده ما يشرحوش غير ان لازم يكون في الموجد بتاع العالم بتاعنا وعي، صح كده؟ مظبوط. كويس. فانا بقول لك السيستم ده في خاصيه، ان هو مثلا الخاصيه اللي انت استخدمتها ان هو بيتغير وبيتصرف باشكال مختلفه وكل الكلام ده. وبما ان في تصرفات مختلفه، فاحنا محتاجين وعي في الفاونديشن عشان تشرح ليه السيستم بيتصرف او بيتغير وكل الكلام ده، صح؟ لا ما فهمتش يعني. يعني طب اسمح لي أوضح أكتر. علشان يعني هو ممكن في هل احنا طيب متفقين إنه العالم ده ليه بداية؟ لأنه في ناس بتقول إنه أزلي، في إنه النقاش ده المادة في النقاش ده انا مسلم ان العالم ليه بدايه. ليه بداية. طب هايل جدا. البداية ديت البداية ديت لو رجعنا بالعلم يعني ليها، هتلاقي كتلة وطاقة
وقوانين وحاجات واضحة دي، كتلة وطاقة وقوانين. القوانين بتحرك الكتلة والطاقة دي بطريقة معينة اللي احنا شايفينها النهاردة، اللي شايفين فيها الانفجار، واللي شايفين فيها الاتساع، وشايفين فيها قوانين الجاذبية وكل الحاجات دي. أنا بقول إنه في هذه المجموعة، الكتلة والطاقة والقوانين، الكتلة والطاقة مربوطين مع بعض بالمعادلة E equals mc squared، يعني تحول الطاقة إلى كتلة وتحول الكتلة إلى طاقة، فنقدر نعتبرهم حاجة واحدة. نقدر نعتبرهم حاجة جمد، يعني حاجة يعني يعني آه، آه، خامة تقدر تعمل منها حاجات. لكن اللي بيعمل منها حاجات بقى قوانين، اللي هي قوانين بقى سرعة الإلكترون، سرعة الضوء، المدارات بتاعت الإلكترون، مقادير النيترون، الحاجات دي. إذن في طب يا نوعين. استاذ اياد، استاذ اياد، دلوقتي احنا الظاهره اللي في العالم بتاعنا، ان العالم بتاعنا ان في انتظامات، صح؟ في انتظامات في العالم وعايزين نشرحها. فانت بتقول ان لازم يكون الموجد بتاع العالم، بما ان في انتظامات في العالم، فالموجد بتاع العالم لازم يكون واعي، صح كده؟ بالظبط، طالما في نظام يعني لازم يكون في وعي. لازم، ما تقدرش تعمل نظام من غير وعي. حلو. فانا ساعتها بقول لك، فالنظام ده ما هو الا ان في اشياء او اشخاص بيتصرفوا بشكل ما، صح كده؟ لا، مش أشخاص، احنا بنتكلم على مستوى بداية اشخاص او اشياء، اشخاص او أشياء. اشياء تمام، مظبوط. بيتصرفوا بشكل ما. يا فانا بقول لك الوعي عندك اللي هو الموجد العالم ده بيتصرف ولا لا يتصرف؟ بياخد افعال يتصرف. ولا لا ياخد؟ ايه؟ طبعا طبعا طبعا. حلو. ايه اللي بيشرح التصرفات بتاعته؟ لا يعني مثلا إذا كنت فهمت سؤالك مظبوط، يعني إنه هذا التكوين اللي هو بيستعمل أشياء وبيحط لها نظام، يعني ده يدل على اللي عاملها. زي بالظبط مثلا لما تشوف لوحة. لا، انت ما فهمتش السؤال بتاعي. واتفضل. طيب انا السؤال بتاعي، الفاونديشن عندك اللي انت بتنسب لها الوعي دي، ليها التصرفات بتاعتها ولا ملهاش التصرفات بتاعتها؟ يس، اللي هو الإله يعني بالنسبة اللي هو لي. الاله. اه. إله. أيوة، يبقى الإله. أنت بتقول هل الإله بيتصرف؟ الإجابة نعم. حلو. ايه اللي بيشرح التصرفات بتاعته؟ اللي بيعمله، اللي أخرجه. مين اللي هو اخرجه؟ أنت. الاله؟ لا يعني الكون اللي الإله ده أخرجه، هذا الكون يشرح الإله. افعال هذا الاله ذات الكون نفسها مين اللي بيشرحها؟ الكون اللي الاله عمله؟ لا، يشرح، يبينها. يعني إيه؟ ما أنا عشان كده سؤالي قلت مش لحضرتك. استاذ زياد، مين ايه اللي بيشرح افعال الاله عندك؟ طيب خليني وافتكر ان احنا اتفقنا ان الشرح متقدم على المشروح، فساعتها اللي انت هتقوله ده لازم يكون متقدم على الاله. أنا يعني طبعا لسه في عدم يعني إيه، يعني مش راكبين قوي في ال understanding each other. يعني هو النقطة هي، بقول لحضرتك زي ما أنت بتشوف مثلا صورة لفنان، فالصورة دي بتوري لك الفن اللي في الفنان. الإنتاج بتاع الكون ده يوري لك المنتج، يوري لك اللي أخرج هذا الكون. ايوه، هل ده سؤالك؟ وتصرفات الاله بتوريني ان في اكيد حاجه بتشرح تصرفات الاله، ولا ما مظبوط. فيش حاجه بتشرح؟ مظبوط. حلو. فاللي بيشرح تصرفات الاله لازم يتقدم على الاله، زي ما اللي بيشرح ليه العالم بيتصرف بالشكل اللي هو بيتصرف بيه لازم يكون تصرفات متقدم على العالم. تصرفات الإله تشرح، تكون متقدم. تقصد إيه متقدم؟ يعني انت قلت دلوقتي احنا العالم بتاعنا ده بيتصرف، فلازم في حاجه قبليه، حاجه متقدمه عليه بتشرح ليه بيتصرف بالشكل ده، بغض النظر ان هو التقدم ده ايه. تمام. يعني العالم ده منتج. العالم ده منتج.
احنا اتفقنا ان العالم فيه سيستم، فيه تصرفات معينة، وانت قلت لو في حاجة بتتصرف بشكل ما فلازم يكون في شرح. تمام. فانا خدت الريزنينج ده. لازم يكون في منتج. بقول طالما في نظام لازم حد يكون منظم. حلو. تمام. وفهمنا يعني ايه نظام. كويس. فهمنا ان النظام ان هو مثلا حاجة بتتصرف بشكل ما. تمام. كويس. فهنيجي ناخد اي شيء وهنطبق المبدأ بتاعك عليه. فلو لقينا مثلا الاله بيتصرف فساعتها لازم يبقى في حاجة بتشرح تصرفات الاله. دي النقطة أنا مش فاهم تقصد إيه. يعني أنا أقصد أو قول لي عايز توصل لإيه. انا مش عارف ابسطها لك اكتر من كده. طب ممكن إيه. ادخل انا كهرباء في الحوار ده سريعا كده؟ اه. استاذ اياد، كلمة نظام او قوانين الطبيعة او غيره هي ترجمة الانسان، استخدام المنطق واستخدام الرياضيات لترجمة الانسان لخصائص وطبيعة المادة والطاقة في الكون اللي احنا فيه. فهي شيء الانسان هو اللي اخترعه، واخد بالك، ترجمته. وممكن يبقى الشيء الواحد له كذا ترجمه، عشان كده عندنا اكتر مثلا من قوانين بتترجم خاصيه واحده، زي خاصيه الحركه مثلا. هتلاقي قوانين نيوتن بتترجمها مره بشكل، قوانين اينشتاين بتترجمها بشكل اخر، وهكذا. فاهم ازاي؟ فهي مساله الانسان هو اللي وضعها علشان يقدر يفسر بيها هذه الخصائص. اوكي. فما هياش حاجه يعني ايه سابقه، لا، هي حاجه مرتبطه بخصائص الطاقه والماده مش اكتر، واللي هي خصائص غير واعيه، خصائص مجرد احتمال ضمن عدد لا نهائي من الاحتمالات، صودف انها موجوده في هذا الكون بهذا الشكل، واحنا ترجمناها على هيئه معادلات رياضيه او كيميائيه. انا بعد اذنكم عندي آه، لا مداخله لحظة بخصوص واحدة، الحوار لا اللي لحظة حصل. واحدة، لحظة واحدة. لحظة واحدة. حضرتك قلت شوية حاجات، اسمح لي أرد عليهم. بتقول إنه المنطق والحسابات حاجات عملها الإنسان. المنطق حاجة لو الإنسان مش موجود هي حاجة موجودة. المنطق حاجة لو في إنسان مش موجود المنطق موجود. فالإنسان يكتشف المنطق مش يعمله. يعني مش زي ما بقول لك، هو مش ماشي، اكتشاف، هو هقول لك عمليه حاجه. ترجمه. فاهمك انا ترجمه. فاهمك انا. طيب. هو اوكي. تفسير يعني. انا كنت بس عندي مداخله بالنسبه للحوار اللي حصل قبل الحوار ده، لو ما اذن احنا لي يعني. بنتكلم ما طب احنا ممكن ارد بنتكلم بس على سؤالك ثانيه يا استاذ اياد ارجوك. لا، استاذ كهربا برضه نفس على فكره احنا لا نسلم بانه واجب لشرح تصرف واجب الوجود انه لازم نكون احنا سابقين عليه لسبب، او هذا القوانين سابقه عليه. اديك مثال. لما يكون عندي كمبيوتر فيه اي كويس كده، الاي اي انا حاطط له ادوات تخليه يفهم تصرفاتي. بمعنى ان انا لما مثلا بركن العربيه في المكان ده بيديني اشاره ان هو في الوقت ده في الميعاد ده بيركن في المنطقه دي، بيدي في عربيات كتير كده فعلا بيديني اقتراحات ان انت تركن في المكان ده. هل هو سابق على وجودي؟ لا، انا كانسان اللي عامله. ومع ذلك انا اعطيته القدره على انه هو يفهم تصرفاتي او الحكمه منها او جزء منها. وليس خلاص فليس شرطا ان يكون هو اللي فهم ده، لا، ده انا بديله القدره على دي. نفس الكلام بالنسبه للاله، تصرفاته بالنسبه لنا مفهومه على وقواعد دي مفهومه بارادته هو. هو اراد لنا، وانا زيك اكتب لك ارادته تشرح. ارادته تشرح في كل حاجه بقى. هو وضع لك هذا العقل عشان تفهم تصرفاته، وليس شرطا ان يحكم العقل عليه. انت مستر احمد، انت بتقول دلوقتي آه، حط حته التقدم دي على جنب عشان احنا ما كناش قصدنا ما حددناش نوع التقدم ايه. انت بتقول لو الاله ليه الكون فيه افعال، تمام، او فيه تصرفات او فيه انتظامات او في اي حاجه، تمام. النقاش بتاعنا كان ان هو لو في حاجه ليها انتظام او بتتصرف بشكل معين فاحنا محتاجين نشرح التصرف ده، تمام. والدكتور اياد كان بيحاول يقوله ان اللي هيشرح التصرف ده اللي هو المنتج، الحاجه اللي بتتقدم العالم بتاعنا اللي بيتصرف بالشكل المنتظم ده. فانا قلت له سؤالي كان ليه ان هو لو الحاجه اللي انت الشرح اللي انت جايبه الاله بيتصرف، تمام،
جيفن المبدأ بتاعك اللي انت مقدمه، اللي انت على اساسه بتثبت لواجب الوجود الوعي، هيلزمك ان لازم يكون في حاجه بتشرح ليه الاله بيتصرف بالطرق اللي هو بيتصرف بيها. تمام. فانت بتقول لا، ما فيش حاجه بتشرح، هي في ايرادات بتطلع وعلى اساسها الاله بيتصرف، أنا صح كده؟ يمكن ما هو فهمت. يا كهرباء انت قدامك يا طب تتسلسل يا تقطع التسلسل. طب ثانيه يا ابو، ثانيه يا ابو. فدلوقتي يا مستر، ده الرد بتاعك، المخرج بتاعك ان انا عندي ايرادات بتشرح التصرفات، ودي مش موجوده في الكون، صح؟ اوكي، انا فهمت تقريبا. انا دلوقتي طب فهمت ثانيه يا استاذ النقطة. اياد، بس دقيقه واحده. اتفضل مستر احمد اتفضل. افتح المايك. ايوه اديني دقيقه واحده وارد عليك ثانيه عشان في دي حاجه، بس اديني طيب. ثانيه واحده. طيب يا اسمح لي. كهرباء انا كان عندي تعليق على الحوار اللي حصل بينك وبين الاستاذ عبد الرحمن قبل ما طب بس النقطه عشان تبعد بس قوي، يعني بعد اذنكم. بس عشان ما خلاص يا استاذ اياد، يعني احنا فهمناك اللي انت فاكره نظام لازم له واعي، هو مش لا نظام لازم له واعي ولا احنا حاجه. فهمناك هو مساله فهم الانسان بس لهذا النظام، احنا مخ فهمناك الانسان زي ازاي بيتعامل مع هذه الخصائص، لا, مخ لا الانسان اسمح لي بيتعامل انا مع هذه عندي بس الخصائص على سؤال يا هيئه شباب، ايه اسمح انظمه. لي هو اسمح لي مين؟ اخويا استاذ اسمح لي اخويا سؤال واحد شريف. بس، هو مين هكر كلمة هو كلمة مين احنا هكر؟ فهمناك، ثانية يا كلمة استاذ احنا اياد، فهمناك ثانية في يا استاذ اياد، كلمة ثانية هو لا مين انا هكر؟ انا مش انت بص خلاص اقفل يا استاذ المايك زياد، بس. لو مش مقتنع خلاص. ايوه كهرباء اتفضل. هو طب خلاص مين اللي انت هكر؟ ممكن تسكت انت الثاني. يا ابو ثانية، ال سؤالنا مش يا ابو طيب ما سؤال يسكت، ما واحد. يتكلمش بالطريقه دي مع الراجل يا طب استاذ ثانية، كهرباء. طب بالله عليكم المفروض ثانية. حضرتك لا اصل تنبهه لده. احنا ممكن نقعد الى ما لا نهايه في النقطه دي. ما فيهاش انت ما ممكن ضد على تسكت، يعني في اقفل الجزء ده. المايك واسكت. سؤال، هو ليه الروم بقى فيها 300؟ وايه اللي حصل في ايه اللي هكر الروم كده خلاها فيها كلها اكونتات فيك؟ عشان في وناس شايفين نفسهم مع العالم يعني. ده فيها اكونتات فيك بالعبيط. يا كهربا اقفل الشات وخلي الشخص اللي دافع فلوس ده عشان يعمل الحوار ده يعني ايه يخسر داخل يشتم واحد، فاقفل الشات اعمل تاني طيب نفس عشان بس مش عايزين حد يبقى فيه قله ادب ولا اي حاجه، عشان هي مره واحده كده الروم بقى شكلها غريب. هو بس بقول طيب لاخويا انا الاستاذ كنت عايز شريف، بس اعلق على الحوار اللي يا حصل استاذ بينك شريف وبين يا الاستاذ عبد استاذ الرحمن. شريف على يا فكره يا استاذ استاذ عبد شريف خلي الرحمن، الراجل اسمح يكمل لي كلامه يا طب عم. معلش يا استاذ اسمح لي شباب، شريف انا هقفل يا عم. الشات. هو بقاله اكتر من ساعه في نص النقطه بقى في نفس النقطه، يعني مش يا ما ممكن استاذ خلي يعني. شريف الراجل دي يتكلم. قله ادب. طيب يا اقعد انت ساكت، هو انت المحامي بتاعه؟ يا استاذ طيب شريف اسمح لي قفلنا يا استاذ الشات يا شريف. شباب، معلش يا عشان في استاذ شتيمه. كهربا بعد اذنك، بعد اذنك لحظة واحدة. يا استاذ شريف، لا يليق انك تقول لي النقطة بتاعتك خلصناها، عايز اتكلم في موضوعي. لا يليق لا عادي، يليق، لا يليق عادي، لان انت لا بقالك، يليق. انت مش محترم الناس وبقالك اكتر من نص ساعه بتعيد وتزيد في نفس النقطه. مش محترم الناس ازاي بس؟ يعني ازاي يا حضرتك اللي حبيبي ما مش انت لا مودريتر ولا صاحب الروم ولا اي حاجه، بتنط في الحوار ليه؟ يعني انت انتظر لا بعدين يا انا استاذ صوت قعدت شريف. يعني انا قعدت عشان انا الراجل قعدت محترم. انت انا قعدت مستني تراهن على دوري. انه محترم، مش هيقدر انا قعدت يهزئك. يا ثانية انا يا ممكن استاذ اهزئ شريف اللي جابوه. لا يسكت. لا لا مش خلاص عايزين ما لحظة تصدق كده. ان تسكت انت يا راجل يلا. مش ابو. محترم، انت لا مش لا ما محترم والله ماشي. العظيم. انت بتراهن على ان الراجل محترم، انت مش راجل قادر مش خلاص يا ابو محترم اسماعيل، ابو والله. يهزئ اسماعيل انت خلاص راجل خلينا مش نكمل يتجوز محترم. يا عليك. حوارنا. شباب ابو اسماعيل خلاص خلاص بعد يا اذنك. خلاص طيب يا لو لا نقوم راجل المايك قليل خلي الادب الراجل ابو طيب يتكلم اسماعيل. هلا. طيب في يا جماعه ايه بس يا انا ده؟ عايز استاذ اقول شريف معلش خلاص قليل بس الادب يا ابو جماعه اسماعيل ده، حقه يعني حقه لازم ثواني يا حد. جماعه يا انا قليل الادب شباب. والله العظيم، انا مش مؤدب بتاتا يعني. طيب لا خلاص فخد انت في عليه. بالك راجل مش ده. يا ابو محترم يا ابو خلاص اسماعيل. يا ابو انا مش محترم وممكن اهزئ خلاص يا اللي جدعان، جابوك. خلاص يا ابو شريف اياد عشان هو اللي خاطر محترم. خلاص يا ابو اسماعيل، يا ابو خلاص عشان يا خاطر والله يا ابو استاذ كده مع لا بعض. كهربا، راجل احب. مش محترم على فكره. استاذ استاذ كهربا، اياد، طبعا الدور دورك، وكمل يا استاذ اياد. شكرا شكرا. ولو سمحتم كلنا نسمع كلام الأستاذ كهربا أو المدير الغرفة، وإلا هتبوظ. يعني نحترم اللي يقوله لنا، يقول لي اسكت أسكت، يقول لي اتفضل اتكلم أتكلم وخلاص، ونقبل كده، وإلا تكون يعني شوشرة. أنا أعتقد أنه فهمت النقطة بتاعت حضرتك أستاذ كهربا لما بتقول تفسير العامل كده. يعني أنا جيت بالذرة وقلت إن الذرة فيها طاقة وكتلة وبرنامج، فقلت بما إنه لازم يكون في برنامج، إذن لازم في وعي.
يصنع هذا البرنامج. فأنت كأن حضرتك بتقول لي، ده اللي أنا فهمته أخيرا يعني، كأن حضرتك بتقول لي طبق هذا الكلام على اللي عامل المنتج ده، المنتج اللي هو عمل المنتج ده. هل كده أنا فهمت صح؟ انا قلت لك بنفس المبدأ ده، اي حاجة هتتصرف هنحتاج ان احنا نشرحها. كنت أوكي بتسألني أوكي. سؤال ايه بقى؟ كنت بتقول ايه يا كهربا؟ على فكرة كهربا عارف فلسفة بالانجليزي يا جماعة عشان اريحكم. طب انت فانا اهو، انا انت نفسي جيت اسمعني يا جيت شريف، بعد استنى يا يا شريف والله، مستر هو احمد. ده صاحبي انت صاحبي، استنى بقى. انا كهربا دوري صاحبي. قبلك يا مستر احمد. طيب حاضر، انا بس هو كان بيسالني سؤال، فيا كهربا ابوس كده، هو الناس مش بتفهم كلامك، انا فاهم دماغه، هو اصل هو فاهم مش العربي اللي احنا دارسين، يعني فلسفه بالعربي، هو بياخد فلسفه بالانجليزي، انا فاهم. فبتعمل يعني ماشي. انت سالتني سؤال بقى، قول. انت قلت ان الكون بتاعنا اللي بيشرح تصرفه مش نفسه، انما الاله اللي بيشرح تصرفاته نفسه، صح كده؟ لا انا ما أيوه. قلتش كده، انا قلت ارادته تشرح تصرفاته، ما قلتش ليس فقط الكون لا يشرح ارادته دي تصرفات جزء منه. الاله. طب ما هي دي ما النقطة بقى. ارادته دي جزء منه، صح يا طب استاذ؟ هي دي منه النقطة هو. اللي أنا، هي دي النقطة اللي أنا أحب أقول فيها حاجة لا وبعدين ثانية أسكت. يا استاذ، معلش بس اديني بس 10 ثواني يا مستر احمد. اراداته جزء منه ولا مش جزء منه؟ إرادة الإله للإله، يعني مش فاهم، متعلقة بالإله، إيه مشكلتها يعني بالنسبة ايوه، لك يعني إيه؟ جزء منه ولا مش جزء منه؟ متعلقة بيه، لا أنا أقول متعلقة بيه، زي ما أنت ما يعني بتدي ايه، يعني ايه مصطلحات متعلقة؟ إنجليزية وتسيبنا، بقول لك إيه، وتسيبنا إحنا يعني ايه إيه، ما إحنا متعلقة؟ براحتنا. ما فيش مشكلة، عايز افهم بس اللفظ، يعني ايه متعلقة؟ متعلقة بيه يعني متعلقة بيه زي إرادتك متعلقة بيك، يعني مثلا أنت هل ايوه، تنفصل ارادتي متعلقة بيا تنفصل وانت. أنت عشان بس معلش، هل تنفصل أنت عن إرادتك؟ ده سؤال كده بس. لا لو كنت طب أنت أنا تنفصل عن هقول إرادتك، حاجة، طب أنا هقول حاجة هتسهل. ثانية يا استاذ اياد، عشان هي جزء مني. طب أنا خلاص، بس إيه هقول حاجة مشكلتك في عشان، كده يعني؟ طيب ايوه، اتفضل يا فانت أستاذ إسماعيل. الاله، ايوه فالاله عندك بيشرح نفسه، بيشرح تصرفاته. طيب لو الاله عندك بيشرح تصرفاته، العالم عندي بيشرح تصرفاته بس. طيب أنا كهربا هقول معلش حاجة، انتهت مشي خلاص. هقول افتح. حاجة. استنى يا أستاذ يحيى أرجوك، اتفضل يا أستاذ زياد. طيب شكرا. لا أنا بس انا هقول بقول حاجة. كهربا لو تفتح الشات عشان هم مشوا خلاص. ماشي، عشان بس كان في حد بيشتم تحت. أنا بس هقول حاجة، ودي يمكن الحاجة آخر حاجة يعني، مش هتكلم تاني، متأسف لأخويا شريف يعني. الحاجة اللي أنا عايز أقولها إنه أي نظرية علمية بيحصل إيه؟ إحنا ما شفناش الذرة مثلا، لكن عشان مقدار صغرها وما احناش قادرين نشوفها، فبيكون في فروض، فبنعمل حاجة اسمها النظرية الذرية مثلا. والنظرية الذرية دي ويبتدي اللي بيحط النظرية بيحط فروض، وبيقول على أساس هذه الفروض دي قيسوا نتائج هذه النظرية، القوانين يعني، أو النتائج المعملية للنظرية الذرية. هتبصوا تلاقوا النتائج تتوافق مع النظرية، مع الابستراكت، مع اللي أنا بقوله أصلا. يعني حد بيقترح نظرية زي داروين مثلا، داروين بيقول لا أنا عندي نظرية، وبيقول بصوا يا جماعة وخدوا نظريتي وطبقوها على الحفريات وشوفوا إيه اللي بيحصل في الأجناس وكده. كل ما هتشوفوا الأجناس هتلاقوا في تطور يتوافق مع النظرية اللي أنا بقولها. دلوقتي في بداية الكون خالص عندنا نظريتين. النظرية منهم بتقول إن الكون ده عمل نفسه، ونظرية تانية بتقول إنه في كائن أزلي أبدي كامل هو اللي عمل الموضوع ده، ولا وذاتي في الوجود. نظرية بتقول إن الكون عمل نفسه، ولا في نظرية بتقول إن في كائن أزلي عمل الكون. كل دي لا دي نظرية ولا دي نظرية. كائن أزلي عمل الكون دي حاجة بره العلم خالص. طب يا استاذ شريف، والعلم ما بيقولش حكاية يا إن استاذ عمل شريف نفسه. ثانية. ثواني يا كهرباء. طب ثانية، طب هقول والنظرية انا عشان العلمية بس. ما بتقولش يا كهرباء. بتقاطعني يا كهرباء ليه بس؟ لا استحي. هيجي دورك يا استاذ والعلم شريف، هو هيجي دورك. العلم حضرتك ما اللي يا بيقولش بتقاطع، استاذ شريف، العلم ما بيقولش حضرتك اللي إن بتقاطع يا الكون. أستاذ شريف. يا استاذ شريف والله العلم ما قلت. بيقولش يا إن أستاذ الكون شريف عمل والله نفسه. حضرتك هتقول. اللي ماشي. بتقاطع. طب يا استاذ شريف، ثانية.
استاذ اياد، طب انا هستأذنك معلش عشان يعني الطريق اللي انت واخده دلوقتي مختلف عن اللي احنا كنا ماشيين فيه في الاول. افتكر بس ان النقطه اللي احنا بنتناقش فيها واجب الوجود واعي ولا لا. ولو حابب عشان في ناس تانية زي مثلا مستر احمد وابو واستاذ شريف، طبعا لو يعني انت مثلا تلخص لنا الفكره بتاعتك وخلاص. خلاص. شكرا. اما حد بيقول فكرة او بيحاول يفسر حاجة، فبتاخد اللي هو بيقوله، وعلى اساس اللي هو بيقوله بتشوف كلامه ينفع يتطبق ولا لا. فلو حد قال لي انه المادة دي ذاتية الوجود، باخد الكلمة دي واشوف هتنفع تتطبق ولا لا. حد تاني جه قال لي لا، ده في حد كائن ازلي ابدي كامل ذاتي الوجود، وشوفوا الفكرة دي تتطبق ولا لا. اجي انا بالنسبة للمادة لما اجي اطبق نظرية ان المادة ذاتية الوجود، الاقي فيها مشكلة كبيرة، وهي مشكلة الوعي. لانه المادة ما فيهاش وعي إلا لو أقرنا الوعي. ولو حد قال لي أقر الوعي، أقول له طيب ما هو ده اللي أنا بقول عليه. الوعي ده هو اللي أنا بقول ذاتي الوجود، ده هو الوعي اللي عمل المادة. أنا بس حاولت ألخص قوي احتراما لكلام حضرتك يعني. اتفضلوا، الساعة عندي 12 إلا تلت بالليل ولازم أنام. أشكركم جدا، لكن يسرني وأتشرف بإني اتعرفت على حضراتكم. متأسف أخويا شريف إذا كنت طولت. أوكي، سلام يا حبايب، باي باي. سلام يا استاذ اياد. كهرباء اقفل الشات، رجع تاني ده. يا الله، والله لا نقفل الشات ونبوظ لك السبوبة. طيب انا عايز اقول مداخلتي بسرعه بقى بعد اذنكم. دور عليا ولا ايه؟ كهرباء. بص، طالع كهرباء لي ثانية كده رفرش. انا طالع لي كهرباء. انت بتنزل يا استاذ شريف وتطلع، فالدور بتاعك بيروح انا المفترض. ما بص، انا بنزلش والله ما نزلت ولا طلعت ولا مره. اصل انا عمال ارفرش شايفك اخر واحد، مع اني عارف ان انت انا مالي بقى شيء. يا انا ابو جاي يا بعد مستر يا استاذ يحيى. اياد على طول. ايوه يا ابو يا استاذ يحيى. استاذنكم، استاذ شريف كان معانا على البنات قبل ما هو يحيى كان كده كده في الروم، بس استاذنكم لو استاذ شريف يعمل المداخله بتاعته. طيب اول حاجه انا عايز اعلق على الحوار اللي حصل بينك وبين الاستاذ عبد الرحمن. اولا انا بعتذر للاستاذ عبد الرحمن ان انا تعديت عليه لفظين قبل كده، بس هو اللي كان بدا يعني، فهو اكيد عارف. anyway، فكره الروبوت والانسان، وليه الروبوت هو دليل على وجود الانسان اللي هو واعي في الاصل. انا بدعي ادعاء. انت معايا يا انا كهرباء؟ سامعك. طيب الادعاء ده انا بدعي فيه ان الروبوت والانسان الاثنين اتكونوا بنفس الاليه، وهي التطور بالانتخاب الطبيعي. كتير مننا فاكرين ان مساله الانتخاب الطبيعي دي هي خاصيه تنطبق على الكائنات الحيه فقط، وده مش حقيقي. الانتخاب الطبيعي هو يونيفرسال لو، ينطبق على كل شيء حتى الماده الميته. ماشي. لو بصينا كده في الكون حوالينا هنلاقي ليه الحلقات اللي حوالين مثلا زحل تشكلت بسبب الكتله بتاعه زحل، ومقارنه بكتله هذه الحلقات، وقوانين زي بقاء كميه التحرك الزاوي. فدي كلها عوامل انتخاب طبيعي ادت لوجود هذا الشكل بالمنظر ده. ليه النجم تكون بهذا الشكل؟ نتيجه انتخاب طبيعي لماده معينه بكميه معينه نتجت عنها تفاعلات الاندماج النووي وغيره. فالانتخاب الطبيعي يا جماعه هو يونيفرسال لو. طيب ازاي الروبوت تكون بالانتخاب الطبيعي؟ لو انت بصيت كده على الروبوت هتلاقي ان هو بيتكون من مئات او الاف الاجزاء حتى. كل جزء منها هو نتاج يعني تطور لعلوم مستقل عن الاخر. يعني لو بصيت على الموتور الكهربائي هتلاقي له تاريخ في ازاي تطور، وايه العلوم اللي انشاته، وايه الاراده البشريه والظروف اللانهائيه اللي ادت لتكونه. لو بصيت على الاوبتيك سيستمز هتلاقيها بنفس الشيء. لو بصيت على الالكتريكال سيركتس هتلاقيها بنفس الشيء. فكل دي حاجات مكونات، كل واحده فيهم آلاف المكونات، كل واحده فيهم ليها تاريخ مستقل من العلوم ومن التطور ومن المصانع التي انتجتها، وهذه المصانع اتكونت من آلات، وهذه الآلات ليها
نتجت عن علوم مستقلة وإدارة مستقلة ورغبات مستقلة وهكذا 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 وهكذا، عدد لا نهائي من العوامل. فاحنا في الحقيقة إن الإنسان زيه زي الروبوت، بس طبعا الروبوت تدخل فيه هنا عامل واعي زي الإنسان علشان يشكله ويكونه ويجمع كل هذه المكونات على مدار مئات السنين من مجالات مختلفة وعلوم مختلفة. بس برضو نفس الخاصيه اللي هي في الكائن الحي، يعني الكائن الحي بيتكون برضو بتفاعله مع، يعني بيتطور، بينتخب طبيعيا بتفاعله مع كائنات حيه اخرى. يعني مثلا ظهور السافانا من 7 مليون سنه ادى لتطور الكائنات الحيه في المنطقه بتاعه الساحل الافريقي بشكل معين، واللي كان من ضمنها الانسان. مثلا أملة القرش مثلا تطورت بسبب تدخل كيان آخر واعي عنده مستوى بسيط من الوعي زي سمكة القرش. هو تفاعل مع هذه الكائنات ونتجت عنها مسار تطوري معين. فمسألة تفاعل الكائنات مع بعضها وتأثيرها على بعضها هي جزء من عملية الانتخاب الطبيعي. ما نقدرش ناخدها بشكل منفصل ونقول لا ده انتخاب صناعي وتدخل الإنسان وهو كائن واعي يبقى كده خلاص، لا. ففي النهاية عملية تكون الروبوت زيها زي تكون الانسان بالظبط، الاثنين اتكونوا بنفس الطريقه يا جماعه، عدد لا نهائي من العوامل وانتخاب وتطور بالانتخاب الطبيعي. شكرا يا استاذ شريف. استاذ يحيى. أولا مساء الخير وكل عام وأنتم بخير وعيدكم مبارك، تقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام. أنا كنت طالع قبل ما الحوار يطول أتناقش مع أودن في موضوع فاقد الشيء لا يعطيه. أتمنى إنه يا أودن تشرح لنا الفكرة مرة أخرى، لأنه المثال اللي أنت جبته مثال الظل ممكن توهنا شوية، لأنه عبارة عن يعني أنت مثلا لما تيجي تقول الظل وأنك أنت تخلق الظل، لا، الظل عبارة عن أنت فقط تحجب يعني ضوء الشمس أو تحجب ضوء المصباح عن الحائط أو عن الأرض، فأنت حرفيا ما سويت شيء، يعني ما خلقت شيء، فقط أنت وقفت حائل بين وصول الضوء إلى الجدار. فهل عندك يعني مثال يعني يشرح هذا الموضوع بشكل أوضح أكثر، يعني غير مثال الظل؟ مولانا، أنا لا أميل إلى لغة التعقيد. ظلي بدون بوجود الشمس أو بوجود مصدر الضوء، بدوني هل ظلي موجود؟ يا أستاذ يحيى، موجود، هل وأنت بوجود فقط مصدر الضوء حذفت الضوء، بس أنت ما بغض سويت النظر شيء. ماذا فعلت أنا، بغض النظر ظلي موجود بدوني؟ لا، هو سؤال بس. قال لك لا. طيب أيوة، هل يعني هو ممكن أن بناء أكون عليه موجود يا أودن، بدون وبناء ظلي؟ عليه بناء عليه كان الاعتراض من قبل الأستاذ كهرباء انه يعني الانسان يجب على الله ان يخلق شيئا من ذاته او واجب الوجود بلاش الله. لا مش انا ظلي ليس مني، لكن وجوده متعلق بوجودي. كان هذه جزئيه من الحوار مش الحوار ككل. يعني ممكن نقول كما يقول البعض ان الكون عباره عن يعني نسبه الله، نسبه الكون الى الله كنسبه الظل الى واجب الوجود، حتى لا نعقد المساله. ايوه، بس الظل ملوش وجود بنفس نوع الوجود الانسان. هتتفق معايا على ده؟ صح الظل طيب ملوش وجود، لو الظل ملوش وجود بدوني، والكون ليس له وجود بدون الله، العكس غير صحيح. لا، مش بس بدونه، يعني انت شايف ان وجود الظل زيه زي وجود الانسان؟ قياسا الى واجب الوجود طبعا. لا، سيبك من واجب لا الوجود. ظل، انت شايف لا ان ظل ناس. بدون الجسم مش ده سؤالي. انت الجسم شايف واجب ان انت شايف ان الظل وجوده هو نفس زي وجود الانسان كده؟ نسبة الى واجب الوجود، نعم. سيبك من واجب. انت ليه اللي ماسك في واجب الوجود؟ الانسان والظل دلوقتي. ايه لانه الاستاذ يحيى قال لك كان ان الظل ما هو الا غياب الضوء عن حاجة ما. فهي بالنسبة لك ده زيه زي وجود انسان؟ طيب الذي غيب الضوء فاعل ولا مش فاعل؟
ايوه الغائب الضوء اللي هو الانسان مثلا اللي واقف، فاحنا مسلمين بوجود ده. انا بس مستغرب انت ليه خلاص مشبه الظل والانسان بالكون والاله، انت محسسني ان الكون وجوده حتى لا يعني زي يقال الظل كده. أن الله لا يخلق شيئا، أن الله لا يخلق إلا من ذاته. لا، ممكن كما قلنا قياسنا إلى الظل كقياس واجب الوجود إلى طب الوجود، انا ممكن اعدي وممكن المثال ده يكون بس هذا لا إلى تفهمه، أول ازاي بتثبت ان هو واحد؟ وممكن يكون لا إلى أول. لا، أنا بختار المثال اللي يفهمه الناس، مش خلاص متخصص تعالى فلسفة ولا نسلم ان احنا قارئ فهمنا 5 المثال جنيه ده. تعالى نسلم ان احنا فهمنا المثال ده. انت ازاي بقى بتنسب للاله الوعي؟ لا، هذا موضوع ثاني. بالنسبة للإجابة على سؤال يحيى، هذا هو لماذا استحضرنا الظل؟ لأن في معرض النقاش قيل كلمة أو جملة رددنا عليها بهذه الطريقة. الوعي موضوع آخر. لكن مش مشكلة، نحن نريد وعيا الآن، روبوت يسير على كوكب المريخ أو ما يعادل الروبوت، وعادي خلينا نشوف بدون إيش كائن واعي صممه. انا الحقت اقفل الشات موجود قبل ما يشتموا. كيف؟ لا عشان أنا موطي صوتي لأنه أنا بالمواصلات عشان في لا ناس انا واقفة. قصدي ان الفكرة اجابتك بسيطة. دخلت فقفلت الشات قبل ما يشتموا. هو أودن يعني مثال برضو مش واضح الصوت. الروبوت. الصوت لا بيقطع لا عندي ولا عند السيارة؟ صوتي خرجوا واضح. من الروم، خرجوا من الروم. كهرباء ما عندك صوت. انا عشان ما بتكلمش. أنا بقول يا أودن يعني مثال الروبوت ممكن أوضح أو أحسن يعني. طبعا إحنا لما نقول أن واجب الوجود شيء والوجود شيء آخر، أو يعني شيئان مختلفتان أو منفصلتان، أوكي يعني إحنا نتفق معك في هذا بس أنا بقول المثال فقط، يعني هذا المثال يمكن ما يشرح الشيء اللي أنت تحب توصل له، يعني مثال الظل. لكن ممكن يعني الروبوت فعلا، لو الواحد مثلا ماشي في الصحراء أو وجد روبوت أكيد يعني آه، يقول بأن إنسان هو الذي صنعه أو الذي أوجده يعني. مش بالضرورة إنسان، المهم كائن واعي، بس أن ننسب الوعي للمصمم بس بدون تعقيد، ما يعني فيش هذا تصميم، ما فيش تصميم يا استاذ اودن، هي عمليه طبيعيه اسمها الانتخاب الطبيعي. يعني تلقائيا الصفات الصالحه للبقاء بتستمر بفعل ظروف البيئه، مساله تلقائيه تماما. طيب لما مش شايف بتحصل كلمة بواسطه الانتخاب ظروف الطبيعي مصادرة؟ دي مش شايف كلمة ظروف مصادرة؟ أنت إزاي لا، ابتدأت بالظروف؟ ظروف ما فيش الطبيعه، ظروف. لا، ما فيش ظروف ظروف الطبيعه طبيعة. هي منين جبت لي حاله، ظروف حاله طبيعة؟ الماده، هي طيب حاله منين الماده، جبت كلمة حاله ظروف؟ الماده الغير واعيه. من ظرف هذه الظروف؟ هي طبيعة وحالة هذه المادة، خصائصها اللي هي نشأت بيها كاحتمال هذه ضمن عدد لا مصادرة، من الاحتمالات. هذا لا يا محل فندم، ما نزاع. فيش مصادرة. من ظرف الظروف يا المصادرة، مولانا؟ بص يا أستاذي، المصادرة، مغالطة المصادرة المفروض ديت لما أنا أسألك سؤال وأديك الإجابة جوه السؤال، زي ما أقول لك كده مين خلق الكون؟ فأنا في الحالة دي بفترض إن خلق الكون هو كيان واعي، وبستثني حالة إن هو مجرد إحدى قوى الطبيعة الغير واعية، فدي مصادرة على المطلوب. انما لما اقول لك ان الحياه تشكلت والوعي تشكل بفعل الانتخاب الطبيعي اللي هو عمليه غير واعيه، نتج عنها كائنات حيه تطورت على مدار مليارات السنين لغايه لما وصلت للانسان، دي ما فيهاش مصادره على المطلوب، ده مساله مثبته وبنقدر ان احنا نفسر فيها تنوع الحيوانات وتشكل الوعي طبقا لخصائص غير واعيه. فدي مساله الانتخاب الطبيعي ما هياش مصادره ولا حاجه، مساله طيب المصادرة
هي بالتالي لما تسألني من الذي جمع الماء أو أسألك من الذي ما الذي جمع الماء في هذه البركة، تقول لي جاءت غمامة وأمطرت وتجمع الماء في هذه البركة. الآن هذه هنا المصادرة. ليه؟ لأنه أولا لما تأتي تقول جاءت غمامة، المفروض أنا وياك متفق على الغمامة اللي جاءت لم يحضرها أحد. ثم الأرض المنخفضة التي تجمع فيها الماء كيف تشكلت ومن شكلها. بالتالي أنت إجابتك لسه مش كاملة. أنت الأول تجيب لي الظروف التي صنعت في هذه البركة، طبعا إضافة إلى الجاذبية وإلى آخره. المؤمن ممكن يقول لك لا، هناك صانع عمل التوليفة هذه، فأنت لا، إجابتك مختلفة. لازم تبدأ من الأول. بص يا استاذ اودن، لما اقول لك ان البركه دي تكونت بفعل امطار نتجت عن غمامه، دي اسمها فرضيه. يتبقى ان انا اقدر اثبت هذه الفرضيه، وان انا اكون مثلا فعلا مصور او شفت هذه الغمامه وشفت الميه وهي بتنزل منها وشفت الميه وهي بتتجمع في هذه البركه، ساعتها اصبحت فرضيتي هذه مثبته. بالك. اما انت لما تقول لي لا ده في كيان ميتافيزيقي هو اللي تسبب في وجود هذه الغمامه، اولا ثانية عشان نركز معك، بس في واحد خليني اطرد وارجع بس. ودن احنا شايفين الكون بيعمل بشكل اوتوماتيكي لحاله، شغال، كل شيء فيه شغال. كواكب بتروح وكواكب بتيجي ومجرات بتنفجر ومجرات تتكون واقمار صوتك واطي قوي على يا ري. الو، صوتي واضح؟ ايه، بس قبل ما نكمل احسن شويه بس صوت واطي يا استاذ